يا أهل الميزان، جهزوا نفسكوا لأننا داخلين على مرحلة تغيير الجلد في حدث فلكي ما حصلش من 84 سنة. كوكب أورانوس، كوكب المفاجآت والثورة والتغيير المفاجئ، هيدخل برج الجوزاء، وده معناه إنه هينور بيتك التاسع. البيت ده هو بيت السفر، التعليم العالي، المعتقدات، وحتى رؤيتك العريضة للحياة. خليني أقولك إن أورانوس جاي يسرع الرتم. لو كنت حاسس إن حياتك ماشية بطيء أو إنك محلك سر، الفترة الجاية دي هتلاقي الأحداث بتجري بيك لدرجة إنك ممكن تنهج من كتر الحماس. الجميل في الموضوع إن أورانوس هيكون في وضعية تثليث مع برجك، يعني الزاوية مريحة وداعمة جداً. ده مش تغيير صادم يكسرك، ده تغيير منعش بيفتح لك أبواب كانت مقفولة. أول حاجة هتلاحظها هي الانفجار الإبداعي. هتلاقي أفكار بتنزل عليك زي الداونلود من السما. فجأة كده تلاقي نفسك عرفت حل لمشكلة بقالك سنين بتفكر فيها، أو جالك إلهام لمشروع يغير مجرى حياتك. البيت التاسع كمان هو بيت الرؤية الكبيرة، يعني بدل ما كنت باصص تحت رجلك ومهتمة بالتفاصيل اليومية المملة، هتبدأ تزوم أوت وتشوف الصورة الكاملة. هتسأل نفسك، هو أنا فعلاً عايز أفضل في الطريق ده؟ والإجابة غالباً هتكون لأ، أنا عايز أبعد وأروح لأماكن أوسع. لو أنت لسه بتدرس في جامعة أو بتحضر ماجستير أو دكتوراه، استعدوا لمفاجآت من العيار الثقيل. ممكن فجأة تقرر تغير تخصصك تماماً، أو تسيب دراسة معينة وتبدأ في حاجة تانية خالص ما كانتش على البال. وممكن العكس، تلاقي قبول في منحة دولية أو فرصة تعليمية كنت فاكر إنها مستحيلة، وتجيلك الدعوة من السما ومن غير مجهود كبير. حتى المدرسين والدكاترة بتوعك ممكن يتغيروا، وتلاقي نفسك بتتعامل مع ناس عباقرة بس غريبة الأطوار شوية، هيعلموك يعني إيه تفكر بره الصندوق. وعلى سيرة التعليم، أورانوس في الجوزاء بيخليك تتعلم أي حاجة بسرعة البرق. لو عايز تتعلم لغة جديدة أو مهارة تقنية أو حتى آلة موسيقية، ده وقتك. هتلاقي عقلك زي السفنجة بيلقط المعلومات بذكاء خارق وفي وقت قياسي. انت دلوقتي عندك القدرة انك تبقى مخترع في مجال معين في شهور بدل سنين. أما بقى عن السفر فحدث ولا حرج. البيت التاسع هو بيت الرحلات الطويلة والتعامل مع الأجانب. السفر المرة دي مش هيكون مرتب ولا مخطط له بالورقة والقلم. ممكن تصحى الصبح تلاقي عرض طيران أو دعوة من صديق، وتلاقي نفسك بتوضب شنطتك ومسافر بكرة. وممكن السفر ده هو السبب في إنك تقابل حب حياتك. لو أنت ميزان شمس أو طالع، ففرصة إنك ترتبط بشخص أجنبي أو من ثقافة مختلفة تماماً عنك زادت جداً الفترة دي. نيجي بقى للنقطة اللي بجد هتصدم اللي حواليك، معتقداتك. الميزان معروف إنه دبلوماسي وبيحاول يرضي كل الأطراف، لكن أورانوس هيخليك متمرد. وجهات نظرك السياسية والدينية والفلسفية هتتغير 180 درجة. لو كنت محافظ جداً، ممكن تلاقي نفسك بقيت متحرر وبتبص للأمور بمنظور إنساني واسع. ولو كنت ملحد أو مادي، ممكن تلاقي نفسك دخلت في سكة الروحانيات بشكل مفاجئ. هتعمل دي بروجرامينج أو إعادة برمجة لكل الأفكار اللي أهلك ربوك عليها وبقيت بتمارسها بالتعود بس. هتبدأ تشوف الدنيا بعيون جديدة خالص، وده هيخليك تحس بحرية ما كنتش تتخيلها. وبما إن أورانوس بيحكم بيتك الخامس، بيت المشروعات الخاصة والإبداع، فوجوده في التاسع معناه إن شغلك ممكن يسمع عالمياً. لو عندك بيزنس خاص، ممكن تبدأ تصدر لبره أو شغلك يتنشر في مجلات عالمية. لو أنت كاتب أو فنان، عمل ليك ممكن يفرقع ويبقى ترند فجأة، حتى لو كان العمل ده مثير للجدل أو صادم للناس. أورانوس بيحب التميز، وكل ما كنت مختلف كل ما نجاحك كان أسرع. في حتة قانونية لازم تاخد بالك منها برضو. البيت التاسع بيحكم القضايا والمحاكم. أورانوس هنا ممكن ينهي لك قضية بقالها سنين فجأة وبشكل غير متوقع لصالحك. وفي نفس الوقت ممكن تظهر مسائل قانونية فجأة تتطلب منك تدخل سريع. بس ما تقلقش، لأن أورانوس عامل اتصالات حلوة مع كواكب تانية زي بلوتو وزحل، وده معناه إن النتائج في النهاية هتكون في مصلحة استقرارك طويل المدى. للميزان اللي عنده أولاد، ممكن تسمع أخبار مفاجأة تخصهم،
حد فيهم يقرر يتجوز فجأة، أو يجيلك خبر حفيد ما كنتش عامل حسابه، أو تلاقي ابنك غير مساره المهني تماماً. التغيير هيطول كل اللي حواليك، مش بس انت. أهم نصيحة ليك يا ميزان في ال8 سنين الجايين، لأن ترانزيت أورانوس طويل، خليك مرن، ما تمسكش في القديم لمجرد إنه آمن. أورانوس جاي يحررك من القيود اللي انت رابط نفسك بيها ومسميها أمان. ممكن تلاقي نفسك بتنقل سكنك، بتغير بلدك، أو حتى بتغير هويتك اللي الناس عارفاك بيها. استمتع بالرحلة، لأنك في نهايتها هتكون شخص أذكى وأحر وأقرب بكتير لنسختك الحقيقية. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك على خير في الفيديو الجاي. سلام.